في الفيديو، محلل في قناة جزائرية يوجه اتهاما غير مقبول للكاف. وإليكم التفاصيل. في فيديو يتناقض مع جميع المبادئ والأخلاق، دعا المحلل الجزائري على المباشر إلى إرشاء الكاف من أجل قضاء المصالح الرياضية الجزائرية والتموقع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وظهر المحلل الرياضي في مشهد غريب يقول: باش دير معليك غير تهلا فيهم، وكاين الباليزة خاصة بهذا الشيء، والناس كتحب الكادوات. وأصبح لزاما على الاتحاد الإفريقي تحريك المسطرة القانونية ضد المحلل الجزائري جراء هذه الاتهامات الغريبة التي وصلت في أكثر من مرة لاتهام المغرب في شراء الدمم داخل الكاف، وهو الأمر الذي يبقى فقط في مخيلة مثل هكذا محللين. وإليكم الفيديو. ديسيجن فوالا. الحاجه الاولى اللي دوكا يفو دير سكيا دير باش تربحهم وتزيد تجيبهم وكلاش، ما عليك غير تتهلا فيهم كما يقولوا، سميها كما حبيت. كاينه فاليزا سبيسيال مديوره لهذا الشيء، مديوره لهذا الشيء، والناس تحب الكادوات. البلاد اللي راهي دوكا حاب تحكم في لاكاف ماشي هكذاك نزل على الواحد. الناس حبوا يمشيو، لازم تربحهم بزاف حوايج، وكاع الناس عندهم فاليزا سبيسيالمون لهذا الشيء. تشري لي فوا، تشري كذا. جوله هنا عليه على السيد، عطينا له البرنوس ودينا